الصراع بين السلطانة نوربانو والسلطانة مهرمة. ده موضوع الفيديو النهاردة من قناتكم زي التاريخ ما بيقول هنا علي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وكومنت وشير. عاشت السلطانة مهرمة والسلطانة نوربانو صراعا قويا على السلطة، وكان ذلك بشكل واضح وصريح في عهد السلطان سليم الثاني. فقد أدت الوفاة المبكرة للسلطانة هرم إلى الدفع بابنتها السلطانة مهرمة في صراع لم تنأ بنفسها عنه. فقد كانت السلطانة مهرمة من ضمن الحلقات القوية في السياسة العثمانية، بدءا بأنها ابنة سلطان قوي، وأيضا زوجة صدر أعظم قوي كرستم باشا، أحد أطول الصدور العظام عهدا. وعندما توفى رستم باشا تولى زوج ابنتها همشاه الصدر الأعظم. استقرت السلطانة مهرمة في قصر توبكابي، وكانت ترافق والدها السلطان سليمان القانوني في تنقلاته ورحلاته. وبعد وفاة السلطان سليمان القانوني وتولي ابنه السلطان سليم الثاني العرش، كان على السلطانة مهرمة أن تتصادم مع شخصية أخرى، وهي السلطانة نوربانو زوجة السلطان سليم الثاني. لم يكن الصراع بينهما بشراسة صراع السلطانة نوربانو مع السلطانة صفية، فمهما كانت قوة السلطانة نوربانو لم يكن لها أن تتورط مع أميرة من السلالة العثمانية تحمل الدماء العثمانية النقية، إلى جانب أنها كانت تحمل قوة والدها وذكاء أبيها. حصلت السلطانة مهرمة على لقب السلطانة الأم شرفيا في عهد أخيها السلطان سليم الثاني، وكانت هي من تقوم بإدارة الحرملك، فيما كان للسلطانة نوربانو تأثيرا على السلطان وعلى الديوان أيضا، الذي كان يديره الصدر الأعظم وقتها محمد صقلو باشا، اليد اليمنى للسلطانة نوربانو وزوج ابنتها السلطانة أسمهان. كان السلطان سليم الثاني مشتتا بين سلطانتين تريد كل منهما فرض نفوذها في الدولة، بينما ما كان يريده السلطان هو ساعة أنس وجوا خاليا لا يعكر مزاجه أحد، تاركا الدولة لنساء القصر ولوزيره الأعظم، الذي لولا الحنكة السياسية له لانهارت الدولة العثمانية. استمر الصراع بين السلطانة نوربانو والسلطانة مهرمة عن من تكون الأقوى في الدولة، إلى أن توفى السلطان سليم الثاني وانتقل العرش إلى مراد ابن السلطانة نوربانو. هنالك فقدت السلطانة مهرمة قوتها، وانتقل منصب السلطانة الأم إلى السلطانة نوربانو التي تقلدته رسميا، وكانت أول جارية تصبح سلطانة أم. وعلى الرغم من ذلك كان السلطان مراد الثالث يقدر عمته السلطانة مهرمة كثيرا، كما أن السلطانة همشاه ابنة السلطانة مهرمة هي التي أهدته السلطانة صفية كجزءا من الصراع، وكانتا مقربتان من السلطانة صفية، حتى أن السلطانة همشاه أسمت أحد بناتها صفية هانم، إلا أنه رغم ذلك عند وفاة السلطان سليم الثاني خسرت السلطانة مهرمة أكثر قوتها، وتخلى عنها الصراع ليأخذ لنفسه أطرافا جدد، وهم السلطانة صفية والسلطانة نوربانو. فتخلت السلطانة مهرمة عن الصراع بنفسها، وأمضت بقية أيامها بالصلاة والأعمال الخيرية. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة واستنوا الفيديوهات اللي جاية معايا أنا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول.